يا مساء الخير على احلى ناس الدنيا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه بالبرتقال. هنعمل النهارده البرتقال سليم زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. نقول معايا 3 كوبايات من الدقيق، معايا 2 بيضه، معايا نص كوبايه من الزيت، ومعايا برتقانتين سلام زي ما انتم شايفين، وبرتقانيه متقشره، ومعايا كوبايه كبيره من السكر حوالي 200 جرام، وكيس فانيليا. انا بوريكم هنا ان هما بيضتين بس مش 3، وزي ما انت شايفه كده. ومعايا كيس من البيكنج باودر، رشه ملح. استخدم الخلاط النهارده. اول حاجه كده نحط البيض، واحط معاه السكر بالشكل ده، الفهم شويه بس في الخلاط شويه لحد ما السكر يدوب معايا، وبعد كده هنشوف الخطوه اللي بعدها. زي ما انت شايفه، لو عايزه استغنى عن الفانيليا استغنى عنها، كده كده احنا حاطين برتقال، فالفانيليا اللي احنا حاطينها مش هتبقى باينه قوي عشان طبعا نكهه البرتقال بالشكل ده. شغل الخلاط. يعني انا بدوب السكر مع البيض كده، يبقى القوام كريمي شويه يتقل معايا، وبعد كده هضيف قطع البرتقال اللي احنا مقطعينها. عايزه الخليط يبقى خفيف خالص، ما يبقاش اي قطعه من البرتقال باينه. هنزل هنا الخلاط ونحط بقى قطع البرتقال كده. طبعا دول 3 برتقانات زي ما قلت لكم، 2 متقطعين بقشرهم، واحده متقشره. وتحاولي تشيلي القطع اللي هي الحتت البيضه اللي هي بتبقى في قلب البرتقاله من جوه، تشيليها علشان دي بتدي مرارة في الكيك. تمام. هشغل بقى الخلاط، وعايزه انعم الخليط ده خالص، ما يبقاش في اي حاجه باينه في قشر الكيك خالص، في قشر في الخلاط نفسه اللي هي قشر البرتقال نفسه. تمام. ولو انت مش متاكده من الخليط بتاعك، بتصفي بتصفي الخليط. انا هجيب مصفى دلوقتي واصفي الخليط معايا، بحيث لو في اي تكتلات ولا اي قشر باين في قلب الخليط بتاعي يتصفى، ما يبقاش باين في الكيك. تمام. اجيب قشر البرتقال، سوري، لا اجيب المصفى. بصوا الخليط عامل ازاي. بس طبعا لما اجي اصفيه هنزل حاجات شوائب كده، طبعا ده مش مستحب خالص. نزلت نص كوبايه الزيت كده بالشكل ده. وبعد كده هجيب بقى المصفى ونصفي الخليط ده في قلب طبق كده علشان نحط عليه الدقيق. تمام. اي مصفى عندك ضيقه بتصفي بقى العصير بمعلقه كده، ونزلي كل التكتلات اللي في الخليط بتاعتي هتطلع في المصفى. تمام. خلصت كده. هنيجي مع بعض بقى نجيب الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق بالشكل ده. طبعا احنا كده زي ما انت شايفه كميه الدقيق لسه كبيره، والخليط معايا تقل معايا. انا مش هحط الخليط كله. طبعا الخليط بيبان ان هو تقيل، بس هو لسه في الحقيقه لسه خفيف. عايز دقيق تاني بالشكل ده. طالما بيقطع معاك كده عايز دقيق تاني. حاولي تجيبي لي في الجناب كده ومن تحت لفوق علشان تبقى الكيكه ما فيهاش اي تكتلات معاكي. طبعا المضرب العجينه تقيله في المضرب، فاجيب الاسباتيولا كده واقلب، واجيب اللي في الجناب كويس علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا في حاجه متقلبتش. او البيكنج باودر طبعا لسه ما قلبناهوش.
هجيب دلوقتي معلقة خل، طبعا الخليط كده خلاص. هجيب بقى الايه، جبنا معلقة الخل حطيناها على البيكنج باودر وحطيناها. جبت الصينية زي ما انتم شايفين كده، دهنتها زيت ومشغله الفرن طبعا، وانا بادئه في عمايل الكيكه. وهدخلها الفرن دلوقتي على درجه حراره 180، الرف فوق اللي في النص طبعا. وتهدي النار شويه بعد ما بتسخني الفرن قوي، بتهدي النار شويه الوسط. هتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اسهل كيكه ممكن تعمليها بالشكل ده كده. عايزه اقول لك ريحه البرتقال تحفه جدا وبني يعني، بصوا فايحه في البيت كله. ريحه البرتقال الوحيده هي وريحه جوز الهند هي اللي بصراحه اللي ما بتقدرش تشتريها عشان من البيت، بتبقى جميله جدا. كيكه هشه معايا زي ما انتم شايفين، وارتفاعها كويس. مش تعالوا نشوف مع بعض كده الكيك من جوه عامل ازاي. والقطعه طبعا هي لسه سخنه، طبعا انا مش هستنى عليها لما تبرد. قلت لكم الريحه حلوه، وبصراحه مش مستحمله ان انا اسيبها زي ما انت شايفه كده. المفروض الكيكه تبرد شويه عشان تقدري تمسكيها، بس طبعا انا مش هستنى ان هي تبرد. زي ما انت شايفين كده كيكه هشه جدا وبسيطه ومقادير اقتصاديه وكيك عائلي. زي ما انتم شايفين حجم الصينيه، حجم الصينيه كبير، يعني الصينيه دي عائلي، يعني ممكن تعمليها وتشيلي منها في الفريزر كمان لاي يوم تطلعي منه. بس الكيك من جوه هشه ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. وزي ما انتم شايفين الكيك من جوه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.